ده كله نوع من التحفيز والموتيفيشن للاطفال ديل، انه اول مره يشوفوا لاعب سوداني وسمعوا به. يعني حتى انا ولدي كان مبسوط بانه صافح هيثم مصطفى، وضرب لي جده هنا في السودان وقال لي انا صافحت هيثم مصطفى، فهو بيسمع به وسمع. وهو اللاعب الوحيد المعروف للاطفال ديل هناك يعني. عشان كده دي واحده من الحاجات اللي دارين يجوا لعبة الهلال الثانيين عشان هم يتعرفوا عليه برضه. يتعرفوا على انه الهلال نادي كبير وفيه اكثر من نجم واكثر من لاعب متميز. نعم. طيب في نجوم كبار جدا في كرة القدم السودانية، سواء كان يعني انتم تركيزكم هسه على الهلال، بالذات الهلال يعتبر يعني احد نادي القمة في السودان، الهلال والمريخ. في عدد كبير جدا من النجوم التاريخيين والنجوم اللي قدموا يعني شيء كثير لكرة القدم السودانية. حابين انكم تستفيدوا من هؤلاء النجوم، يجوا يدوا محاضرات، يتكلموا عن الهلال، يغرسوا حب الهلال في قلوب هؤلاء اللاعبين، عشان ما يبقى بس انتماء للهلال انتماء اسمي فقط، يعني على اعتبار انه ده النادي السوداني الموجود في لندن. طيب نحن ذات المنحه اللي كنا تكلمنا عنها اول اللي هي حقت المدربين، كنا محفزين يجي واحد من قدام اللعيبه. في الوقت ذاك 2006 رشحنا مصطفى النقر لهم احنا مجلس الاداره. بعد ما قامت الاكاديميه حسن نحن بالمناسبه يعني الناس ما تفتكر الهلال، يعني هي داخله يعني من ضمن الجهاز التدريبي في كابتن المريخ عمار خالد معانا، وحسن حامد لاعب المورد برضه موجودين معنا داخل الاكاديميه. فالحته بتاعت الهلال المريخ دي هناك ما موجوده، شاءت الاقدار ان الهلال يعملها والباقيين يجوا ينضموا لها. فكلهم موجودين، يعني حتى لو جاء لاعب غير هلال نحن دائما بنرحب به، واي لاعب هم بدون ما نرحب به الناس حيقول له امشي اكاديميه الهلال حتلاقي الناس والرياضيين، يعني هي بقت قبله لكل الرياضيين السودانيين اللي بيجوا لندن. يعني حتى كان مفترض الفترة اللي فاتت يزورنا اكثر من لاعب لما جوهم للاولمبياد، كانت الاكاديميه مأجزه سالوا منا. فنحن بنرحب باي لاعب، ما عندنا الغضاضه دي، بالعكس نحن نمشي لاكثر من كده. وفي مسحه دائما يعني ذكرتها، في لاعب جاب من رخابي، جاب ولده سلمني له وقال لي ده اديتك لي من رخابي، رجعوا لي من رخابي عليك الله. ففي واحدين كمان ابواب بيقول لك انا ما بخشها، يعني انا من رخابي، بيجيب ولده بنزله برا وبيمشي. فكلها مزاح يعني، لكن في النهايه كلنا مستفيدين منها يعني. يعني حتى انا جينا من فتره فاتت قلنا له دارين تغيروا اسمها بنغيروا لكم يعني لو حاسين بغضاضه، قالوا لا خلوها زي ما هي. ففيها اجماع، ونحن بدنا نحافظ على كده بشكل عادي يعني، ككيان رياضي سوداني في اوروبا وفي بلد هي زي ما قلت صنعت فيها الكوره. تاخذ راو غير كده بنقوم باعمال خيريه، ده الحاجه اللي دارس كوره. حسه قبل ما اجي اليوم اللي انت شفته ده كان يوم خيري، جمعنا فوقه مبلغ من المال لمساعده الاطفال. عملنا واحد في شهر 6 كان لمساعده علاج السرطان. الاخير ده عملناه لمساعده المشردين. فبيو بمبلغ اشترينا مبرد اهديناه لدار بشاير مشردين بيوم درمان، سلمناه يوم الخميس الماضي. فنحن فيها جانب انساني، فيها جانب اجتماعي، فيها جانب رياضي فني، وفيها جانب خير يعني. فكل الجوانب هي بتحاول تغطيها. فنحمد الله انه كثير انه الامور ماشيه كويس، والناس اللي معانا المستوى الناس الفنيين او الاداريين على مستوى عالي يعني، فكلهم متعاونين. طيب باشمهندس محمد الفاتح، يعني انتم حاليا عندكم اكاديميه وبتجهزوا لعيبه وبتعلمون اساسيات كرة القدم. طيب لاعب برز واصبح موهبة كبيرة وجاكم نادي في انجلترا وقال لكم يا اخي انا عايز اللاعب ده، بتسلموا له وكده بتقولوا له والله ده بس لاعب سوداني احنا خلاص جهزناه وكله هدفنا انه يكون في لاعب سوداني بيلعب في البريمير ليج، ولا برضه في الجانب المادي والجانب الربحي اللي ممكن تستفيد منه الأكاديمية؟ لا الجانب المادي ما موجود. يعني وحصلت يعني في طفل اسمه مؤمن لما لعبنا مع فريق بتاع كي بي ار هنا في ظهر في الصورة ده، عمره 9 سنين، شافوا يعني زول موهوب قالوا دارين ياخذوه، فاستأذنونا وقلت لهم شيلوا طوالي، احنا ما واضعين عقودات معهم، مدينهم حريتهم، احنا بنقدم لهم كخدمه. يعني حتى انا في طفل ما في جانب ربحي لهذا، لا ما في جانب ربحي، بالعكس نحن دايرينهم يمشوا لقدام، يا ريت لو يشيلون ان شاء الله يشيلون كلهم، نحن ما عندنا مشكله، نحن ما خلاص يعني بالنسبه لنا كرصيد اخذناه انه هم لعبوا في اكاديميه الهلال. يعني حتى في طفل هو هداف الفريق رينجرز في الليج، يعني هو الهداف بتاع الليج كله، رغم انه فريقه جاي فريق الهلال رينجرز جاي الخامس، هو من رخابي امنا وابنا هو ذاته من رخابي. فمره مرات قال لي يا عمو انا لو انضميت للمريخ انت حتزعل؟ قلت له يا اخي اصلا انا ما حزعل، انا عايزك تمشي ابعد من المريخ والهلال، انك تنضم هنا، لو فشلت امشي هنا. لو المريخ طلب لاعب حتطلبوا قروش؟ طبعا مع المريخ ما قروش.
ونتمنى انه يعني هذه الاكاديميه تكون احد الروافد لكره القدم السودانيه، ويطلع منها نجوم سودانيين يشاركوا في البريمير ليج، وتستفيد منهم الانديه السودانيه والمنتخب السوداني، يعني يلعبوا في انديه البريمير ليج ويستفيد منهم المنتخب السوداني، لأن المنتخب السوداني هو الأهم وهو الذي يعني نتمنى أنه مستواه يتحسن بشكل كبير في الفترة المقبلة، خاصة بعد الخروج المخيب لمنتخبنا الوطني من الدور الأول لبطولة السيكافا أمس. وإن شاء الله هذا الموضوع سنتحدث فيه إن شاء الله بعد الفاصل. باشمهندس محمد الفاتح، قبل ما نختم معك كلمنا شوي عن الجالية السودانية في لندن، ولندن تعتبر واحدة من أكثر المدن الأوروبية اللي فيها سودانيين موجودين لفترات طويلة وعندهم أثرهم الكبير مع المجتمع البريطاني. هو زي ما أنت قلت، هي أكبر تجمع سودانيين في أوروبا، 10,000 سوداني موجودين في لندن، هي جالية كلها 40,000. نعم. فده أكبر عدد يعني نقول سودانيين في المدن الأوروبية، جالية كبيرة. يعني ستيل بكرر وبقول بانه الكواليتي بتاعت البيبل او الناس الموجودين، النوعيه الموجوده في لندن، نحمد الله انهم من الناس الكويسين اكاديميا ثقافيا اخلاقيا، كلهم ما شاء الله عليهم. فكل اسره عندها ابن او بنت في لندن من حقه يفتخر بهم، يعني ناس يعني على اتصال مع اهلهم، قريبين من جاليتهم، متعاونين وقادرين ياخذوا من الثقافتين، يعني قدروا ياخذوا من الثقافه البريطانيه الثقافه الانجليزيه ومحتفظين بعاداتهم السودانيه، بيلتقوا في الاعياد، رمضان، في افطاراتهم، في كل شيء يعني. واطفالهم يعني بيتعلموا تعليم كويس، وحس الجيل الجديد اللي جاي منهم، وحس انا بقول انه حيفيدونا في الاكاديميه بحكم انهم في الثقافه اقرب للاطفال ديل مننا. فنحن ديل برضه جيل بتمنى انه يجوا السودان ويفيد السودان ذاته، اللي هم اللي درسوا هناك وبيجوا اقرب لثقافتهم الانجليزيه لكن الاصل بتاعهم سوداني. فديل يا ريت لو يجوا هنا ويفيدوا في المجال الرياضي، المجال اي مجال من هندسه، طب، اي مجال اخر. ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله. باشمهندس محمد الفاتح، شاكرين لك كثير حضورك لنا اليوم في استوديو جول، وان شاء الله بنتمنى لك التوفيق ولاكاديميه الهلال رينجرز نسمع بها دائما متالقه وقادره على تقديم مواهب كبيره جدا لكره القدم السودانيه. شكرا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، لكن دائما الناس بيزعلونا منا ومعولين عليها كثير، فبقت دي مسؤوليه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم باذن الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل ينضم الي الزميل شمس الدين الامين وحديث كثير عن اهم واخر الاخبار المحليه، انتظرونا.